صباحكم معطر بذكر الله، وبذكر الله تطمئن القلوب، وبحب الله تسعد القلوب. الكلمتين اللي هنقولهم النهاردة عن الحب، وأغلب الناس ما بتعرفش تحب. لو بدأنا بحب الله عز وجل هتلاقي كل الناس لما تيجي تسألها بتحب رب العباد يقول لك أيوة يا عم، ازاي ده أنا بحبه وبصلي وبصوم وبعمل كل الفروض اللي عليا. ولكن هو بيقول كل الفروض، يعني كل اللي عليك ده فرض. الحب حاجة تانية خالص، الحب من القلب. يعني لما قلبك هو اللي بيحب، هو اللي بيحركك، هو اللي بينادي على حبيبه. ازاي بقى؟ وبتبقى في صلة جميلة. ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن الحب والناس اللي بتحبه ما قالش بيحبوني، إنما قال والمستغفرين بالأسحار وبالأسحار هم يستغفرون. حتى الناس اللي هم ملتزمين قوي ما يعرفوش امتى وقت السحر، امتى يناجي ربه عشان ربه يعرف ان هو بيحبه. ناس كلها، ناس اغلب، في ناس كتير بتصلي الفجر حاضر، ولكن من بعد صلاة الفجر وحتى تشرق الارض بنور ربها، هي دي ساعة السحر اللي ربنا سبحانه وتعالى بيتجلى إلى سماء الدنيا ويقول أين المستغفرين، أين المحبين، أين المسبحين، أين الحامدين. هم دول المحبين اللي بيعرفوا يحبوا. والحب بين الناس وبعضيها أغلب الناس ما بتعرفش تحب. ده بيهتم بيا، ده بيعمل، ده بيسوي، ده بيخلينيش عايزة حاجة، ولكن برضه ده مش حب. الحب تواصل بين الاتنين، تواصل روحي. لما بنوصل لمرحلة الحب الحقيقي الروح بتخاطب بعضيها، يعني أنا بعرف اللي جواها وهي بتعرف اللي جوايا من قبل ما نقوله. هو ده الحب، الحب الحقيقي. ولكن أغلب الناس بتبقى معجبين ببعضيها. ده إعجاب، شافها، سمعها، حلوة جميلة، هي شافته، ذكر كده يعني. ولكن ده مش حب، ده إعجاب. لأن الأذن تسمع تدي القلب ألارم، إعجاب إعجاب إعجاب. العين ترى تدي القلب ألارم، إعجاب إعجاب إعجاب. اللمسة تلمس تدي القلب ألارم، إعجاب إعجاب إعجاب. ولكن ما وصلناش لمرحلة الحب. لازم نبقى فاهمين ونفرق ونعرف نفرق بين الحب والإعجاب. في الحلقة القادمة نكمل إن شاء الله. موضوع الحب كبير قوي، نهاركم بيضحك.